اهلا بيكم في حلقه جديده من اومنيفيرس واتشر. كنا عرفنا من اخر مؤتمر لجيمس جان ان هيتعمل مسلسل انيميشن جديد جوه عالم الدي سي يو لشخصيات فريق كريتشر كوماندوز. لذا احنا هنستغل الفرصه دي ان احنا نتكلم على كريتشر كوماندوز في الكوميكس وناخد فكره عنهم. فريق كريتشر كوماندوز ده فريق تبع دي سي كوميكس. اول ظهور ليه في الكوميكس كان في شهر نوفمبر سنه 1980. الكلام ده كان في العدد رقم 93 من سلسله الكوميكس ويرد وور تيلز على ايد الكاتب دي ماتياس في منظمه حكوميه سريه امريكيه تعرف باسم بروجكت ام. دي كانت مشهوره بعمل التجارب الكيميائيه والحيويه بتاعت نشاطها في الحرب العالميه الثانيه. من ابرز نجاحاتها كانت ميس امريكا وجي اي روبوت. هناك في عالم اسمه مازورسكي ده اكتشف ان كل البشر بيخافوا من الوحوش والغيلان، لذا هو قرر ان هو يعمل فريق من الجنود الخارقين اللي شكلهم مرعب عشان ينشر الخوف وسط الجنود الاعداء. كان في واحد بيساعده اسمه روبوت مان. اشتغلوا في مجمع طبي تحت الارض في مدينه نيويورك، وسنه 1942 نجحوا ان هم يعملوا فريق كريتشر كوماندوز اللي متكون من الوحوش. الفريق اعضائه كانوا متكونين، انت عندك اول واحد قائد الفريق اللي هو الملازم ماسيو، ده كان بشري عادي خالص. في 3 جنود، انت عندك وارن جريفيس ده كان مريض عنده هلوسه، كان مقتنع ان هو بيتحول لذئب. اتطوع عملوا عليه تجارب وتحول بقى وير وولف. ما كانش عارف يتحكم في التحولات بتاعته في الاول وكانت عشوائيه جدا. بعد كده انت عندك فينسنت فيلكرو ده واحد كان محطوط قصاد اختيارين، يا اما يتسجن سجن حربي 30 سنه او يتطوع ويتعمل عليه تجارب. هو اختار الاختيار التاني، قعد 6 اشهر يحطه في جسمه كيماويات ودماء خفافيش مكسيكيه وفي الاخر اتحول بقى فامباير. واخيرا انت عندك اليوت لاكي تايلور، ده كان جندي طول بعرض داس على لغم ياباني، اتبهدل، العلماء جمعوه بقى عامل زي وحش فرانكشتاين بس ما عرفوش يركبوا له احبال صوتيه لذا هو مش بيتكلم. اول مهمه ليهم كانت في فرنسا ان هم يدمروا روبوتات نازيه على شكل زعماء العالم، بيلاقوها وبيدمروها. بعد كده بيطلب منهم ان هم يحرروا عالمه فرنسيه اسمها رينيه، بيلاقوها بس بتطلع مزيفه وبتقودهم لكمين وبينجوا منه. بعد كده بيلاقوا رينيه الحقيقيه في معسكر، بيسمحوا للنازيين ان هم يقبضوا عليهم ويعذبوهم. قبل ما يعدموهم هم بيتحرروا وبيهاجموهم. وما كان بنشوف ان لاكي بيموت العالمه دي علشان هي خبيره في غزل الاعصاب وما ينفعش العدو يحصل عليها. لاكي كان متقدم ان هو شخص جميل وحساس، ضميره ما استحملش ان هو موت انسانه بريئه فقرر ان هو ينتحر. بس العلماء رجعوه تاني على قيد الحياه، والمره دي ركبوا له احبال صوتيه بدائيه خلته يعمل شويه اصوات معينه. بعد كده بيهاجموا معسكر تاني، بيلاقوا اطفال معمول لهم غسيل مخ واخدين قدرات خارقه. الاطفال دي بتهاجمهم، هم مش بيعرفوا يعملوا اي حاجه علشان دول اطفال. بس للاسف بيطلع ان التجارب اللي اتعملت على الاطفال خلتهم غير مستقرين وبيموتوا بعد كده. سنه 1943 بينطلب منهم ان هم يروحوا في مهمه لجزيره في المحيط الهادي اسمها ديناصور ايلاند علشان يعرفوا اسباب اختفاء طيارات تبع قوات الحلفاء. بيروحوا هناك بيلاقي ديناصورات، بينجحوا ان هم يخلوا الديناصورات تهاجم اسطول ياباني. ماسيو بياخد صور عشان يثبت وجود الجزيره دي والديناصورات، بس لاكي بيدمر الكاميرا عشان خاف ان ممكن الديناصورات كده يتم استخدامها كاسلحه حرب. ما كان بيعملوا عمليه، ماسيو بيتصاب جامد وشه بيتشوه، بيطلعوا على مستشفى، بيقابلوا دكتوره اسمها ميرنا خبيره تجميل بتعرف ترجع وش ماسيو لمكان عليه. بعد كده هم بيبقوا متضايقين عشان هم كان نفسهم ان ماسيو يفضل مشوه زيهم. بيطلبوا من الدكتوره انها تعمل عليهم عمليات ويرجعوا بشر، بس هي بتقول لهم انا ما اقدرش اعكس الاثار اللي اتعملت عليكم. بيبقوا متضايقين جدا، بيمشوا يكسروا كل حاجه بيقابلوها في المستشفى، بيحصل ميكس كيماويات هي بتشمه. بعد كده بتطلب من الفريق في ليله مظلمه ان هي تقابلهم، هي بتبقى مدياهم ظهرها، بتطلب انها تنضم للفريق. هم بيضحكوا بيقولوا مفيش مكان للفريق لواحده جميله زيك. هي بتلف بيطلع ان شعرها بقى تعابين وبقت شبه ميدوسا. بتساعد الفريق في مهمه، بتثبت جدارتها وبتبقى عضو رسمي في الفريق. بعد كده بينطلب منهم بعد كده ان هم يحققوا بسبب غرق 3 سفن تبع المارينز. بيركبوا طياره بيحلقوا فوق ديناصور ايلاند، ديناصور بيهاجمهم، الطياره بتقع، بينقذهم جيك جي اي روبوت. بيكتشفوا وجود مستعمره تبع اطلانتس، المستعمره دي سبب غرق السفن. بعد كده بنشوف ان العلماء هناك متطورين جدا لدرجه ان هم عملوا روبوتات بهدف غزو البشريه بيسيطروا عقليا على جيك. بس جيك بيتجاوز الاوامر دي وبيضحي بنفسه عشان يدمر المستعمره دي. بعد كده بنشوف ان الفريق بيقابل جيك 2 اللي هو البديل بتاع جيك 1، وبيتحدوا مع بعض وبينقذوا اميره اسكتلنديه من الخطف. وجيك 2 بيبقى عضو رسميا في فريق كريتشر كوماندوز. الملازم ماسيو بعد كده بيزهق من الفريق فبيقرر ان هو يقدم طلب ان هو يتحول لوظيفه مكتبيه، وده بالفعل اللي بيحصل. الفريق مش بيبقى ليه قائد، مفيش اي ضابط في الجيش بيتطوع ان هو يبقى قائد الفريق ده. بعد كده بنشوف ان ماسيو بيزهق من الاعمال المكتبيه وبيرجع يتحد مع الفريق وبينقذوا مدنيين فرنسيين. بعد كده بينقذوا مجموعه من الاطفال العمي، الحكومه بتكرمهم وبياخدوا ميداليات. بعد انتهاء الحرب الحكومه الامريكيه قررت انها تعدمهم. قبل ما تموتهم على طول بتقرر انها تبعتهم في مهمه اخيره، بيركبوا صاروخ رايح برلين بس الصاروخ بينحرف عن مساره وبيتجه للفضاء. بيظهروا ان هم اسرى عند برينياك بس بيتحرروا، بيتحدوا مع سوبرمان، بيرجعوا كوكب الارض، بيبقوا فرقه عمليات خاصه
دكتور مازوريسكي بيعمل عليهم عمليات عشان يزود من عمرهم، بس في المقابل بيفقدوا انسانيتهم. الفريق عمال بيكبر مع الوقت، دلوقتي اسمه ام تيم الفا. الملازم ماسيو بيموت، بيبقى مكانه واحد اسمه كابتن هانتر، ده واحد عنده 74 سنه وجسمه معدل. بينضم اعضاء جداد زي ايتن، ده مومياء، الضمادات بتاعته لما تتلف حوالين حد بتعمل له هيلينج. في كمان عندك بوجمان، ده شبه البرمائيات. واخيرا عندك السايبورج اللي هو جانر ماكاي، اللي بيتم اعاده احيائه بعد ما كان مات في الحرب العالميه الثانيه. الفريق ده اتعمل له ميني سيريس من 8 اعداد، فضلت مستمره من مايو لديسمبر سنه 2010. بالنسبه لظهورهم في الاعمال الفنيه، فهم ظهروا في مسلسل الانيميشن باتمان بريفن بولد، دي سي نيشنز شورت، دي سي شوكيس سيرجنت روك. وفي نسخه من الملازم ماسيو، كان الجنرال ماسيو ظهر في الارو فيرس في مسلسل ارو الموسم الثالث. وزي ما احنا عارفين من المؤتمر بتاع جيمس جان، هيتعمل لهم مسلسل انيميشن على قناه اتش بي او ماكس، واعضاء الفريق هيكونوا متغيرين شويه عن الكوميكس. اعضاء الفريق اللي هيظهروا في المسلسل هيكونوا ريك فليك سينيور، ويزل، إريك فرانكستاين، برايد اوف فرانكستاين، دكتور فوسفور، دكتور نينا مازوريسكي، وجي اي روبوت. بس كده، دي كانت حلقه سريعه اتكلمنا فيها على كريتشر كوماندوز في الكوميكس. انا عايزك دلوقتي تقول لي في الكومنتس انت ايه رايك في الفريق ده، متشوق للمسلسل بتاعهم ولا لا، متشوق عموما لعالم الدي سي يو بتاع جيمس جان ولا لا. احنا الحلقه الجايه هنتكلم على حاجه جديده. لغايه الحلقه الجايه ما تنساش تعمل لايك وشير، لو انت مش عامل سبسكرايب اعمل، وما تنساش تضرب الجرس.